Хидий Хутор – небольшое село, здесь живет всего 1700 человек. Прежняя мечеть была такой маленькой, что не вмещала всех желающих. Узнав об этом, региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова построил новую. Она носит имя великого устаза Кунта Хаджи, да будет возвышена его святость. بقدر شهر الدق صوت يرت خوشنا وبتش رمز حجدال عال شويلة تحاول عداق دول ماجدقة روز بندينا أدمن شو قتي خلر إشين خام خيني حات خونه هو يرتن دق صوت ندق خز إسبع دق ماجد دادين دخوتيزو سيد أرخ ويرت أرخ على أرسونا بتش رمز حجدال عال شويلة دا ساعد ويتسنة هو يرت خز ماجد قدي تخون دقح دوتش تخيق بيا حاستم بس تخيق يقطع ومايات وانا واستلطيق ريخي اللي بقدو بلوش بلخ بي درت خلشي دو خلشي شيل خلشي تيت خلشي بيس خلشي دير ريزسانا خيلة دالت اعي بيركتيو الهو بلخ. В новой святыне одновременно смогут молиться 200 человек. Есть условия для омовения. Поздравить сельчан с таким радостным событием прибыли председатель Совета алимов СКФО Ходжа Ахмед Кадыров и муфтий Салах Хаджи Межиев. ماجدش دادول دلش عدل سيحة حوسه كرشلو الماجدك قويتلو در سو ماجدك حول ماجدك قويتلو در نخشي غالغي شوا تهنا إزرنش سودا بردو سارة وي ماجدك الشاش شي غيمي وديش غيره حاجة مبوق بوغويس مصو حنيق دعوج زبراك يولش متاح أستنوكش يولش متاح С начала 2021 года это 4-я открытая мечеть в этом районе, а по всей республике 10-я. Всего же в регионе количество мечетей превышает цифру в 1200. أقم دنيا المعح ويمخع ويمخ الأرحة مص ومتعها هو ديل خصمش سان سن دول جرجلو يهودو يوزغلو وشول ديل سن بوليرن بويس دا خلع يوزغلو وشول دال إزدوخ يزيلا سن ديل ديكدا ديكدا ساتسن بين شول تعبيت سن جز ديك بول سبويتيلا. Открывая святыню, в ней совершили первую пятничную молитву. Проповедь прочитал Салах Хаджи Межиев. موسى قام ديال صلاة خيل سنة جداز مش عش نعب ديغان يعطولت والعقل تيرسون برزو الدكتور شمت عورز شا سومي شي جلر داش قطع عليه برزو يرسل برزو والديل هو برزو شي جلر داش قوشيل يا متامش الباب ولا ديري خير دال رزدا خير موسى شيء الملوك ورخلها هو الملوك وشاغل البعض يرتو صد ديلا استول جرجلو أحمولر دي درتيح ديلا خير استول دي دوقع أجر حلق دال تدري دول استول بيرز لردرس دال دي بوشتك درس دال ما دي بوشتك ديترس حارب حان القاس بقدك دوحدر قاس درس دير دوحي ورس ديلا ستوشتول جرجلو حتوضع للتربية يا دنيا خداتهم آخر خداتهم. Восхваляя Всевышнего и благословляя пророка Мухаммада, мир ему и милость Аллаха, здесь прочитали Мавлид. Абдулнажад Вахаев родился и вырос в Хидий Хуторе. Сейчас живет в городе Гудермес. Каждую пятничную молитву по возможности совершает в родном селе. По его словам, такой красивой мечети здесь не было никогда. دال خاصة بيش دال مغلقة هينشل دعي هيتصل سن تخي جوز بيد وش لا رينش مثل حق حلوة صدر وحكيم جروز بعد أيلح فينشير تحسموني خل إذا جرجر ناخ وبويزش بيزش وحين متك
حق أنت أنا بقدرش هين حلوة سنتي سما أعظم بالوقت يورت واردو أنا ديري صغير عمر دينشنا أو ده على تشنا مثلا. Юные жители села тоже рады такому событию. Строительство мечетей в Чеченской Республике стало доброй традицией. В последнее время в разных районах их открывают практически каждую пятницу. Шамиль Эрсанбиев, Имран Абазаев, Моусар Даудов и Аюб Шахидов. Неделя.